اهلا وسهلا، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله انا مكمله معاكم في بقيه سلسله التوفير، لان انا حابه كل ست بجد تعمل كل اللي نفسها فيه وتوفر ويكون معاها قرش للزمن، او قرش تجيب بيه حته ذهب، او اي حاجه نفسها فيها، تجدد اي حاجه في شقتها يكون معاها فلوس. خلاص، فان شاء الله ده بقيت يعني حلقات التوفير وحاجات جديده ان شاء الله بضيفها، وان شاء الله ربنا يقدرني كده واقدر اساعدكم على قد ما اقدر. هنبدا مع بعض كده ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ونقول ايه الحاجات اللي ممكن نعملها في البيت توفر علينا في الميزانيه وتوفر علينا مصروف البيت، وازاي اوفر من مصروف البيت باسهل طريقه. ماشي، عندنا اول حاجه لما اجي اشتري البقوليات او اشتري الخزين، اعمل جرد لدولاب الخزين. يعني انا مثلا نازله اشتري مكرونه واشتري رز واشتري شعريه، اشتري اي بقوليات، هروح على دولاب الخزين اشوف ايه اللي موجود عندي وايه اللي انا محتاجاه، واجيب على قد اللي انا محتاجاه بس، ولو في حاجه موجوده لما اخلصها اجيب، منزلش اجيب حاجات فوق حاجات والحاجات تتسوس عندي في المطبخ. خلاص، تبقى عندنا ايه؟ جرد دولاب الخزين قبل النزول للشراء. ماشي، عندنا حاجه مهمه وكل الستات تيجي تقولك انا مش عارفه الفلوس بتروح مني فين، انا والله بصرف على القد بس باجي الاقي ان انا صارفه فوق طاقتي ومش باقي فلوس ومش عارفه راحت فين. عندك حاجه اساسيه لازم تعمليها لو عايزه تحوشي: تسجيل كل جنيه بيطلع من مصروف البيت. يعني الجنيه لو طالعه تجيبي بيه خضره، طالعه تجيبي بيه مرق الدجاج، اكتبيه في ورقه وقلم، حطوه في المطبخ عندك، والحاجه اللي انت عايزاها اكتبيها. كل جنيه تشتري بيه اي حاجه في وقتها اكتبيها. هتيجي اخر الشهر ناسيه، مش فاكره، في حاجات جبتها وناسياها، بتعملي بقى تشوفي المصروف راح فين، هتلاقي نفسك عارفه انت وديتي الفلوس فين. وبناء عن كده تشوفي لو الحاجات الشهر ده انا ضيعت الفلوس في حاجات تستاهل، في حاجات فعلا انا كنت محتاجاها، ولا في حاجات تافهه. بعدين انت بقى هتحددي سواء انت تشتري الحاجات دي تاني او هتستغنى عنها. خلاص يا حبيبه قلبي، عندنا ايه تاني؟ بند برضو نوفر منه كتير جدا. احنا كلنا عندنا هدر في العيش مش طبيعي. يعني انا بسخن عيش للفطار، بقي مني رغيف متسخن وما اتاكلش، انا جايبه قفص من بتاع الخضار الاسود ده، حاطه في المطبخ عندي، واي رغيف عيش بيتسخن يا اما بسخنه تاني اخليه عشان ينشف، او بحمصه في الفرن وارميه في السبت ده، احطه يعني في السبت، ورغيفه على رغيفه على رغيفه على رغيف، بعمل كميه عيش بسم الله ما شاء الله، انا مش عارفه بلمها امتى دي. فالعيش ده تستغليه ازاي بقى يا حبيبه قلبي؟ تجيبيه تكسريه في كيس بلاستيك او اي حاجه، كيس تخزين او كيس عزكم الله الزباله اللي هو الاسود الكبير ده، او كيس من بتاع السوق الباقي ده، على قد ما ايه ما تلمي في الاسبوع او في الشهر على حسب استهلاكك. خلاص، وبتلميه وتاخديه معاكي السوق للبياعين الفلاحين، لان هم بياخدوه عشان الطيور وعشان الايه، البهايم. ماشي، بتاخديه وتعرضيه مثلا على فلاحه ولا حاجه، هو الكيلو دلوقتي ب 15 جنيه، انت متخيله كيلو 15 جنيه؟ فحاجات انت بترميها اصلا. العيش ده في ناس بترميه في الزباله اساسا، العيش الباقي ده، فانت بقى مش هنهدر. حتى العيش الفينو مش هنهدره. فاحنا بنتكلم على العيش اللي احنا بنجيبه مثلا من الافران اللي هو بتاع التموين اللي بتاع البطاقه، او اي عيش انت بتشتريه للاكل. فده ان شاء الله يا حبيبه قلبي اللي يبقى منك هتنشفيه وتكسريه كده عشان مش تعمل معاكي كميه كبيره كده وياخد مساحه على الفاضي. لا، انت بتتكي على العيش بتبقى ناشف كده كده بيتكسر فبيهبط، بتلمي على قد ما بتلمي، مثلا لو هتبيعيه شهريا هتبيعيه اسبوعيا على حسب استهلاكك، لحد ما تلمي لك كميه مثلا 5 كيلو 10 كيلو، وبتاخديهم معاكي وبتنزلي بيهم السوق. بتشوفي مثلا واحده بتبيع جبنه ولبن وزبده والكلام ده كله من الفلاحين يعني، تاخدي لها العيش ده معاكي في شنطه السوق وتقولي لها معايا شويه عيش ناشف، يشتروه
عشان هتكلمني وتقولي ايه ابيعه فين واصرفه ازاي. خلاص. الله اكبر، الله اعظم، الفجر بيأذن. فانتي هتعملي ايه يا حبيبه قلبي؟ الله اكبر، الله اعظم. طيب هنكمل بعد الاذان. رجعت لكم بعد الاذان. زي ما قلنا، انت بتاخدي العيش الناشف اللي فلاحه في السوق، وتبيعي لها الكيلو على 15 جنيه، تعملي لك مثلا 5 كيلو 10 كيلو. بدل بقى ما تشتري اللبن بقى منها بفلوس من الميزانيه، فانت بتشتري بفلوس العيش دي، وتشتري الجبنه القريش برضو بفلوس العيش دي. تبقى ادي عندك بند توفير، وتشيلي الفلوس دي تعينيها. خلاص. تبقى احنا كده وفرنا ولا مش وفرنا؟ عندنا ايه تاني؟ العلب البلاستيك وازاز الزيت، ازاز الشامبو، برضو في البلكونة عندك او في اي مكان، او تلمي العلب الفاضية دي، اي علبة بتفضى في كيس بلاستيك كبير او في شكارة او في اي حاجة، وتحطي فيها الازايز دي لحد لما تمليها مثلا. ولو انت في ارياف وبتاع الصابون بيعدي كل اسبوع بياخد الحاجات دي، فبتبيعها له. يا اما تجيبي مكانها منظفات للبيت، صابون سايل وكلور والكلام ده كله، يا اما بتبيعيها وبتاخدي فلوسها دي برضو بتحوشيها. عندنا ايه تاني؟ عدم شراء الفاكهة بكثرة. يعني انا فردين ما اروحش السوق اجيب ب 400 جنيه فاكهة، 300 جنيه فاكهة. اقسم بالله انا بشوف ستات بتشتري كل انواع الفاكهة اللي في السوق، وانا والله كنت زيكم كده. اقسم بالله كان يمكن 5 اصناف، دلوقتي ان كان صنف واحد يبقى يحمدوا ربهم. خلاص الزمن يعني والاسعار حكمانه. وبعدين بتهدر، يعني انت مش هتلحقي تاكلي من كل ده كله، غير كده بتدبل وتبوظ. يعني مش لحقتيها تحطها في الفريزر العصير، خلاص استعوض الله فيها. في حاجات بتتخزن وفي حاجات مش هتعرفي تخزنيها. فاحنا نجيب على القد. يعني انا مثلا اسره فردين، اجيب مثلا كيلو مثلا موز، كيلو جوافه، كيلو فراوله، على قدي. يعني لما تخلص اشتري تاني، بس ما اجيبش كميات يوم السوق واسيبها في بالاسبوع في التلاجة وال10 ايام وال15 يوم مع الرخام وفي التلاجة لحد لما الاقيها ضربت وباظت، فحرام عليا. فانا ده بند برضه هوفر منه. عندنا ايه تاني؟ عمل الفول المدمس في البيت والطعميه، ده بند الفطار للناس اللي هي اللي بتحب الفول والطعميه. فانا يا ست الكل هجيب لي كيلو فول وادمسه، هيقعد معاكي طول الشهر على حسب برضو عدد الاسره. لو انتوا اسره كبيره فهيقعد معاكي اسبوع 10 ايام، لو اسره صغيره هيكفيك الشهر على قد الايه، على قد طبق الفول اللي انت بتعمليه. فده هيوفر معاكي. والطعميه اعمليها في البيت. احنا الواحد بيروح يجيب 3 حبات طعميه ب5 جنيه، وفي حبايه اروحها ب5 جنيه. فانت متخيله عد افراد اسرتك بقى وروحي جيبي. والله ما هيكفيكي في الفطار بس من بره فول وطعميه 30 40، وفي ناس بتوصل 50 وفي ناس بتوصل 100 عشان عدد الافراد بتاع الاسره بس فطار. فانت لما تجيبي لك كيلو فول ب50 جنيه، وتجيبي لك كيلو فول مدشوش او الفول اللي هو المتكسر الابيض ده على حسب ما بيسموه عندكم، وربطة خضار وب5 جنيه خضار محشي، هتعملي احلى طعمية في البيت واحلى فول تدميس، وعلى اقل حاجة انتي عاملاها بنفسك في البيت. فده بند بيوفر معاكي جدا في الفطار وفي ايه، في الميزانية. عندنا ايه تاني؟ عمل البقسماط من بواقي العيش الفينو اللي احنا بنجيبه للاولاد المدرسه. انا جبت ب10 جنيه عيش فينو النهارده بقرغيف، بقرغيفين، ومحدش كله ونشفوا عندي. فانا بدخلهم الفرن احمصهم، واروح بعد لما احمصهم في مطحنه الخلاط، المطحنه الصغيره، واطحنهم تبقى بودره خالص، واتبلهم بقى توم بودره وبصل بودره، بهارات 7 بهارات، كمون وملح وشطه على حسب ما انت بتحبي ايه. الفيجيتار حراق بارد، البهارات اللي انت بتحبيها. فعمل البقسماط اللي هو البقسماط او الفيجيتار، عمل البقسماط ايه في المنزل، ده يوفر معاكي جدا.
وعندنا ايه شوي السمك في البيت. يعني ايه؟ يعني انا مثلا هروح اجيب كيلو سمك ب70 جنيه 80 جنيه، هشويه بره هياخد على الكيلو دلوقتي ب15 و20 جنيه، مفيش اقل من كده، ما عادش فيه عشرات اصلا. يعني في المكان اللي عندي كيلو السمك ب70 جنيه بجيبه مشوي بالمية. يعني انا يجي عليا فترة مش حابة ريحة السمك في البيت، بتخلي ريحة البيت باليومين وتلاتة ريحته زفارة، لاني مش عندي تهوية كاملة. الناس اللي عندها الاوبشن ده متاح يعني عادي ان هي تعمل تشوف البيت، فده هيوفر معاكي. الناس بقى اللي مفيش والدنيا كاتمة والريحة والبيت وكده عادي، يعني هنضطر ان احنا نشوي بره. بس لو على قد ما تقدري يعني حاولي ان انت ايه تشوي في البيت. عندنا ايه تاني؟ عمل الموالح في البيت. الموالح اللي هي ايه يا اميره؟ يعني احنا دلوقتي شم النسيم اهو والعيد الصغير، انا رحت اجيب الفسيخ، ما لحقتش اخلل صراحه، فرحت اجيب كيلو فسيخ. قسما بالله كمان مره في المكان اللي انا فيه ب600 جنيه. هتقولي ده اسعار خياليه، هقولك بيبدأ من 200 لحد اعلى حاجه 600 جنيه. ابو 200 و 300 ده انت لو شفتيه يعني هترجعي. فانت عايزه حاجه نظيفه. انا جبت حتتين اتنين او اوزانهم طلعوا اكتر من نص شويه، او كيلو ولا حاجه ب500 وكسر. انتوا متخيلين؟ فعمل الحاجات دي قبل مواعيدها في البيت. يعني شم النسيم اهو، انا اروح اجيب الكيلو بوري واجي هجيبه مثلا ب100 ب120 130 حتتين 3 على حسب عدد افراد الاسره. لو بناكل مثلا فسيخ وشويه ملح ب10 جنيه ملح خشن من عند العطار، هتخليلي احلى فسيخ في البيت، وحاجه انت اللي عاملاها وحاجه نظيفه، وهتوفري مبلغ كبير. خلاص تبقى عمل الموالح في البيت اللي هي تخليل السردين والفسيخ، وايه تاني اللي هي الرنجة اللي بتبقى نية دي اللي الناس بتعملها برضو في البيت بتخللها. ماشي. تجميع الغسيل، يعني انا مش كل يوم زي ما قلنا في فيديو قبل كده ان احنا نشغل غسالة، هلك في الكهرباء في المية في البرسيل. يعني مش عشان اغيرها ولا اتنين احطهم وكل يوم مشغله الغسالة تملى 8 لتر 10 لتر مية على غيرتين ومسحوق، فده هدر. فانا اعمل مثلا مرتين في الاسبوع غسيل، كل 3 ايام مثلا احط دور، كل يومين مثلا احط دور، يكون انا بنتي جوزي ولادي كلنا غيرنا مثلا، وفي كمية غسيل. مش ان انا كل يوم مفرش ملاية بيضة مخدة عباية انا كنت بره وقلعاها اروح رمياها ومشغلة، ده حرام. فاللي عايزة توفر لو هتمشي على الخطوات اللي انا بقولك عليها دي، ايا يكن سواء راجل او ست او بنت او اي حد، امشي عليها وهي هتفرق معاكي كتير جدا. انا على قد ما اقدر فيديوهاتي انا بناشد فيها ان احنا نرشد الاستخدام، وعلى قد ما نقدر نوفر في ظل الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي. خلاص يا حبايب قلبي، عندنا ايه تاني؟ قلنا برضو شراء الالبان سايبة. ما تشتريش اللبن المعلب، كيلو لبن معلب دخله على 40 جنيه، في حين ان انت ممكن تشتري كيلو ونص او 2 كيلو بتمن الكيلو اللي هو جاي ايه معلب. وحاجة كمان بقى، لو جايباه من الفلاحين كده انت ضربت عصفورين بحجر واحد. بتغلي اللبن وتحطيه في التلاجة يوم او يومين، بيعمل قشطة بسم الله ما شاء الله. القشطة دي يا اما في يوم هتفطري طبق قشطة جميل جدا وكله غذا ليكي ولاولادك، او ان انتي هتحوشي القشطه دي في الكيس ده خزين في الفريزر لحد ما تعملي كميه
وهتطلعي الكميه دي تضربيها لو عندك مضرب بيض بالكهرباء، مضرب كهربائي، هتطلع عليكي احلى زبده بلدي، او سايحه تعمليها سمنه بلدي. مش هقولك مرتين تلاته وتروحي تعمليه، مش هيطلع لك حاجه، بقولك مثلا شهرين تلاته. انت مثلا لو بتجيبي لبن يوميا او بتجيبي لبن مرتين تلاته في الاسبوع، هتلمي وهتعملي احلى زبده واحلى سمنه بلدي في البيت، وتاكلي احلى قشطه، وتشربي احلى حبه لبن، بدل اللبن اللي بيجي مفيهوش صنف البركه واسعار غاليه وحاجه ما يعلم بها الا ربنا. عشان ايه ده كله؟ يعني عشان انا مثلا اتفشخر انا جايبه علبه لبن؟ اللي عايز يوفر ما يبصش لحد اعلى منه. يعني انا مثلا داخله اجيب لبن سايب، شفت واحده جايبه علبه اللبن، فانا برستيجي يحتم عليا ان انا مش هاخد لبن من السايب ده. الست تقول عليا ايه؟ فلاحه؟ لا، انا هاخد علبه زيها، اللي هو مش عشان انا عايزاها، عشان ايه؟ بصت الناس الي. اللي عايز يعمل حاجه يبص لنفسه قبل سنه وبعد سنه هو عمل ايه، ما يبصش لحد اعلى منه، ما يبصش لحد ربنا مديه اكتر منه. انت ارضي باللي ربنا اداهولك، وحاولي ان انت ترشدي استهلاكك عشان ربنا ان شاء الله يكرمك وتجيبي كل اللي نفسك فيه. خلاص، ان شاء الله يا رب الفيديو يكون عجبك وعجبكم على حسب ما بتشاهدوني. لو احتجتوا اي حاجه اكتبولي في التعليقات، سواء ميزانيات، افكار لمشاريع، حاجات للتحويش، فيديوهات عن التحويش والتوفير، انا معاكم يعني ان شاء الله. واي حد محتاج اي حاجه انا تحت امره، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد واسيبكم على خير.